قوس ال 18 في مواجهه اللعيبه اللي جايين السوليه وغالي. خدها تاني بترقيصه صالح جمعه، يا ولد يا لعيب صالح خطير، عرضيه جول جول جول، عرضيه من جمعه. بقول لحضراتكم صالح في بدايه الهجمه 3 على 2. حسام غالي جاي في جبهته اليمين اللي فيها محمد هاني. علي فوزي يلعب عرضيه خطيره، جول جول جول. عمرو مرعي مش ممكن، عرضيه وهفوه دفاعيه في الرقابه على الخطير عمرو. بسيوني الرباعي الامامي هم اللي بيبداوا يشتغلوا. ضغط عليه محمد هاني، بيدور على الكوره، ترجع تاني لبسيوني، يلعب عرضيه داخل الصندوق في منتهى الخطوره، ضربه مزدوجه، جول عالمي، جول عالمي، جول جول جول. ايه انبي ده، ايه انبي اللي عامله في 10 دقايق ده؟ صلاح محسن، يا ولد يا ولد يا ولد. ملعوبه صالح جمعه وعمرو جمال الغايب تماما عن المشهد الهجومي حمودي عاوز يلعب عرضيه، سحبه حلوه، عرضيه خطيره، جول جول جول. صالح جمعه لازم يسجل الراجل ده. انما حمودي قال له زي ما اديتني واحده انا موجود برضو يا جمعه. وصالح كمان للتهديف. 2-2 مع الدقيقه 65. بيراوغ، الراجل كان في موقف تسلل لكن تمشي معاه. اسامه عدى لسه في الملعب، ممكن يلعب العرضيه على القائم الاول. ولسه بقول لكم الاتحاد زي ما اتكلمنا في الشوط الاول، خلي بالك يا سالم ممكن تتعور. يعني الراجل كاسونجو مش موجود لكن محمد سالم موجود النهارده، بيحرز هدف التقدم للاتحاد السكندري في الدقيقه 49. هدف اول محمد سالم بيحرز هدف في الدقيقه 49. هدف لمحمد سالم. تقدم زعيم الثغره او سيد البلد الاتحاد السكندري، خدها لنفسه كويس جدا محمد اسامه، وعرضيه والراجل قطع ما كملش بالفعل. ادي مره ثانيه العرضيه، ايه ده ضربه جزاء، ضربه جزاء للنادي المصري، ضربه جزاء للنادي المصري. احمد شرويده التغيير الثالث على الفرقه. ادي هنا ابتعاد مره ثانيه، عبد الله بيكا فيها لمسه يد على محمد عادل، جت في ايده بالفعل. يعني من الزاويه دي مش هتبان، الزاويه اللي قبلها هي اللي بينت كويس قوي اللقطه اللي كانت قدامنا. هنا تبان اكتر واكتر كمان، بانت كده قدامنا وهيتكلم فيها عبد الله بيكا. ضربه جزاء دقيقه 78. عبد الله بيكا وهدف التعادل، هدف التعادل عبد الله بيكا في الدقيقه 78. هدف التعادل. عماد حمدي لابراهيم حسن، عمل كره عرضيه حلوه في اتجاه كالدرون. الله دق الجرس كالدرون الكولومبي، وكره عرضيه وضربه راس ذهبيه الكالدرون. يتقدم الاسماعيلي بهدف اصفر لمصلحه الدراويش. مركز ال 15. اما الاسماعيلي من 31 اسبوع عنده 9 انتصارات. كريم بامبو ابراهيم حسن، الله، ابراهيم حسن في اليمين موجود، في الشمال موجود، في القلب موجود. ابراهيم حسن الهدف الثاني لمصلحه النادي الاسماعيلي، الهدف الثاني لمصلحه الدراويش. جزاء عنده 4 من ركلات جزاء محمود المتولي. وادي ضربه حره لمصلحه اسوان، جاي لها احمد شديد قناوي، ترقب وانتظار في المدرجات، وركله حره لمصلحه اسوان من ناحيه اليمين. احمد شديد قناوي عملها عرضيه حلوه، جول الازرق. خليفه 2-1 مصلحه النادي الاسماعيلي، و2-1 قصيه على رزق اللي عمل ركله الجزاء. كمل معاه رزق كمان بعد الكره ما طولت منه، وخد رزق الانذار الثاني، واقصاء ما بعده اقصاء. لكيش هذا الموسم حسني عبد ربه ب6 اهداف. حسني عبد ربه، صفاره جهاد جريشه، عصام سعد، حسني 3 الدراويش و1 اسوان. حسني عبد ربه هدوء واداها شكل، وضربه راس اعتقد ربما جونو تاكا، وانقاذ ما بعده، انقاذ من الحارس عواد. ركنيه لمصلحه اسوان، اتعملت عرضيه حلوه، جيروم وايع 3
3-2. الله على دي مباراة، الله على دي ليلة رمضانية وأمسية رمضانية. خطير رؤى بينيه لاحمد عيد، مفيش تسلل. احمد عيد عبد الملك، يا ولد هوبا جوه الجول احمد عيد عبد الملك. روعه الهدف الاول لفريق طلائع الجيش. مفيش اروع من كده، مفيش احلى من كده. الدقيقه 21 شوف مهاره ايه وحلاوه ايه، الدهن في العتاقي. النجم الكبير احمد عيد عبد الملك بمهاره ايه وحلاوه ايه، حط كره ولا اروع ولا اجمل من كده، من فرصه، من نص فرصه. الراجل شوف، خلي بالك من كره رؤى ما فيهاش تسلل ولا حاجه. شوف كره رؤى حطها، شوف دي هي دي الجول يا ولد يا احمد يا عيد. ثبت محمد كوكو في الجول، والهدف الاول لفريق طلائع الجيش يعلن عن اي وقت في اي مكان. كره اماميه ناحيه اليمين، حسين الشحات خطير، عرضيه والتعادل. هدف التعادل لفريق مصر المقاصة. البديل اتى بهدف هو جون انتي في الدقيقة 16 من شوط المباراة الثاني. التعادل بقول لحضراتكم هدف يعني مصر المقاصة لابد ان هو يعود، وعاد مصر المقاصة بهدف التعادل من عرضية حسين الشحات الى رأس جون انتي ولا احمد الشيخ. رأس خطير رؤى بينيه لاحمد عيد، مفيش تسلل. احمد عيد عبد الملك، يا ولد هوبا جوه الجول احمد عيد عبد الملك. روعه الهدف الاول لفريق طلائع الجيش. مفيش اروع من كده، مفيش احلى من كده. الدقيقه 21 شوف مهاره ايه وحلاوه ايه، الدهن في العتاقي. النجم الكبير احمد عيد عبد الملك بمهاره ايه وحلاوه ايه، حط كره ولا اروع ولا اجمل من كده، من فرصه، من نص فرصه. الراجل شوف، خلي بالك من كره رؤى ما فيهاش تسلل ولا حاجه. شوف كره رؤى حطها، شوف دي هي دي الجول يا ولد يا احمد يا عيد. ثبت محمد كوكو في الجول، والهدف الاول لفريق طلائع الجيش يعلن عن اي وقت في اي مكان. كره اماميه ناحيه اليمين، حسين الشحات خطير، عرضيه والتعادل. هدف التعادل لفريق مصر المقاصة. البديل اتى بهدف هو جون انتي في الدقيقة 16 من شوط المباراة الثاني. التعادل بقول لحضراتكم هدف يعني مصر المقاصة لابد ان هو يعود، وعاد مصر المقاصة بهدف التعادل من عرضية حسين الشحات الى رأس جون انتي ولا احمد الشيخ. كان ممكن يسدد، اتعملت بينيه من ميدو، كان متحرك كويس قوي مؤمن زكريا. مره ثانيه حلوه يا ولد هدف رائع صالح جمعه. قلت لحضراتكم من بدايه اللقاء هو افضل لعيبه النادي الاهلي في التمرير واستلامه والثقه في نفسه. صالح جمعه بيحرز هدف ولا اروع من كده. صالح جمعه في الدقيقه 16 هدف رائع يا سلام يا ولد. صوتنا بيعلى مع الحاجة الحلوة والاهداف الجميلة لصالح جمعة. هدف للنادي الاهلي في الدقيقة 16. السلام على العرضية، صبر رحيل، راجل ايه ما فكرش، وش رجله في الزاوية البعيدة. حلوة يا ولد، حلوة. هدف رائع صالح جمعة، حلوة يا ولد، ما يقدرش يعمل لها حاجة محمد ابو جبل. يا سلام يا ولد، شوفوا رايحة في حتة صعبة جدا على ابو جبل. كرة أمية، ادي خطأ مرة تانية من خط الظهر على حدود خط 18. رؤوف حلوة ما فيهاش تسلل، لسه فيها خطورة. هدف التعادل لسه بقول لكم. أخطاء خط الظهر قاتلة. الراجل لو تتعاد مرة تانية، الراجل سندها له هنا وفيها خطأ من خط ظهر النادي الأهلي في الدقيقة 25. هدف لمصلحة سموحة. كرة اتلعبت والراجل حطها كده بمنتهى السهولة للمهاجم احمد رؤوف اللي بقول لحضراتكم الهدافين المميزين. ادي اتعادت الكوره هنا، بصوا اول ما طلعت ما فيهاش اي حاجه. اسلام محارب هو صاحب الهدف. اسلام محارب هدف في الدقيقه 25. صالح جمعه هدف النادي الاهلي كان في الدقيقه 16. صبر رحيل، صبري يحطها ناحيه الشمال لمؤمن زكريا، ممكن نلعب العرضيه حلوه. هدف تاني يا سلام يا ولد يا مؤمن زكريا، وهدف وحطها في الجول. الراجل خدع ابو جبل وعمل انه يلعبها بالعرض يحطها
بماركه اهداف ابو تريكه لما كان موجود مع النادي الاهلي. تتذكروا هدفه في بطوله افريقيا في مرمى السودان مع منتخب مصر، حطها ببطن رجليه بنفس الكره كده بالظبط، ومؤمن بيحطها في الزاويه الضيقه. الراجل خدع الحارس مؤمن زكريا وبيحرز هدف ثاني في الدقيقه 32. السلام يا ولد، اتحرك كويس جدا واتعملت له من البدايه من صبر رحيل اللي بقول لحضراتكم عامل مباراه كويسه وخدع الكل. الراجل حطها ببطن رجله ويخدع هنا ابو جبل. هدف ثاني لمصلحه النادي الاهلي. مؤمن زكريا في الدقيقه 32. اتحرك كويس جدا 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 مؤمن زكريا. جمال مكمل الناحيه الثانيه. مؤمن وليد سليمان تمريره حلوه حلوه حلوه. الراجل لو وقع يبقى فيها ضربه جزاء، لكن هدف ثالث هدف ثالث. يا سلام يا ولد، ده صالح جمعه. صالح جمعه الهدف الثاني ليه مع النادي الاهلي والهدف الثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه وبيأكد الراجل بيقول انا لعيب كبير ولعيب كويس واحق من ناس كتيره، لكن رؤيه الاجهزه الفنيه هي اللي شايفه كده. 3 النادي الاهلي سموحه 1. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70 من عمر اللقاء. حرك كويس جدا جدا جدا. كابتن حسام بيقوم. صالح جمعه هدف ثاني اتعملت حلوه. يا سلام يا وليد سليمان. وليد سليمان الراجل هنا لو لمس رجله فيها ضربه جزاء، لكن حطها ببطن رجله في الجول عشان يبقى هدف ثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه هدف في الدقيقه 70. خدها لنفسه كويس جدا وفكر يحطها مره واحده، والراجل حاول هنا خط ظهر سموحه، لكن هدف. ودي فرحه جماهير النادي الاهلي اللي جايه تستمتع باداء لاعبتها بعد حصولهم على لقب الدوري. جماهير اللي موجوده في استاد الجيش ببرج العرب. سهره كرويه جميله في استاد الجيش ببرج الساحه. حسام حسن فيها ضربه جزاء، فيها ضربه جزاء واضحه تماما، واضحه تماما، رغم ان كان في 3 4 لعيبه مكملين مع الراجل. يعني الراجل حط رجله كده. شوف بقى مؤمن ولا مين، تعبت حلوه من البدايه. تمريره حسام حسن كان من البدايه. ادي تمريره حمص، ادي مؤمن زكريا. كان احرز هدف في الشرقيه وفي المصري والاسماعيلي السيد فريد. السيد فريد في مواجهه الشناوي. ضربه جزاء السيد فريد. السيد فريد والهدف الثاني. الهدف الثاني لفريق سموحه. السيد فريد ده من ضربه جزاء. مباراه تحلو في الوقت المتبقي. قلت لحضراتكم المباراه لسه فيها اجوال. دقيقه 77. ادي هنا محمد الشناوي. البديل في الدقيقة 89 ضربة رأسية بيحرز الهدف الرابع لانتهي المباراة بفوز النادي. أحمد أكري في الدقيقة 19 بدأ من خطأ من أحمد سامي بيحرز الهدف الأول، ثم بعد ذلك استطاع باولو مفوفي في الدقيقة 71 إحراز هدف التعادل لفريق مصر المقاصة قبل أن يضيف جون أنطوي في الدقيقة 82 الهدف الثاني لفريق مصر المقاصة. انتهي المباراة فوز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد. ويسقط واحده طويله وعاليه جوه ال 18 ومعديه الناحيه الثانيه المسعد وعلى عرضيه وشيكابالا جول. وشيكابالا جول. شيكابالا يا عالكوره يا عالكوره يا عالكوره الكويه. شيكابالا في الدقيقه 90. يا عالكوره يا عالكوره. دقيقه 90 اعزائي مشاهدي نايل سبورت في كل مكان. 45 دقيقة الشوط الثاني. شيكابالا بيتقدم لنادي الزمالك. اهي اللعبة وادي خطأ دفاع أسوان. خروج سليم عبد الخالق على طول اللعبة. وادي شيكابالا عرضية مفيش. محمود حمدي اللعاب العرضية وشيكابالا في الميعاد. حتة سليم عبد الخالق اللي خرج عنده شد. بقول لحضراتكم الكورة ملهاش كبير. الدقيقة 90 شيكابالا من جديد سيطرة اسماعيلوية. استحواذ دييجو كالديروبا. الله الله الله. بامبو الهدف الاول الموهوب والامر الشوط الثاني يتقدم ويكلل مجهوده هذا اللاعب الرائع وهذا اللاعب الموهوب بالهدف الاول. هذه الكوره ادي بامبو ما يحطهاش غير لعيب مجري، ما يحطهاش غير لعيب موهوب. ابراهيم حسن جواهر ادي الاسيست الثامن لابراهيم حسن في الدوري المصري. صناعه الهدف الثاني الى اللاعب كريم بامبو ليسجل الهدف الرابع ليه في بطوله الدوري والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. روعه روعه روعه. هي دي الكرات الاسماعيلويه. والله وحشنا. تاسس سنه
1924. وادي كرة مرة تانية لديجو كالديرون والمحاولة الثاني وجيه عبد الحكيم يتألق، وجيه عبد الحكيم صاحب ال 19 سنة ويسجل الهدف. النادي الاسماعيلي ادي الكورة، ادي الاداء، كالديرون راحت منه بالصدفة على طول على مرة واحدة بوجه القدم لوجيه عبد الحكيم. ادي اللاعب احمد ايمن الى على طول عرضية كالديرون، هو الراجل سندها لنفسه على فكرة، هو ما عملهاش للاعب وجيه عبد الحكيم، ولكن في النهاية يسجل وجيه عبد الحكيم الهدف الثاني للنادي الاسماعيلي. ابن ال 19 سنة في الدقيقة 19 من عمره واحداث الشوط الثاني. يا معلق المباراة اسكت خلاص، انا لعيب كبير، عندي امكانيات، عندي فنيات، عندي مهارات، زي ما الكابتن ميمي الشربيني بيقول اكسترا مع بطولة الدوري العام. ادي الكورة، ادي المحاولة، محمد فتحي خروج خاطئ، وادي على طول. مبروك للنادي الاسماعيلي، ثلاثيه كبيره. لكن قبل ما اختم عايز اشكر الساده المسؤولين عن التلفزيون المصري برئاسه الاستاذ هشام رشاد نائب رئيس. فوز الاسماعيلي بثلاثيه نظيفه على الداخليه، تسديده حلوه حلوه حلوه. ايه اللي بتعمله ده يا راجل؟ مدفع رمضان، مدفع رمضان. جوزيف، الله على ده هدف، الله على ده جول لطنطا. للطنطاوية دموع الكابتن خالد عيد خير رد على هذا الهدف. وقت تجهيز باتريك ادو، يا خوف يا باتريك، فات الميعاد. جوزيف بيسا وقت الحديث عن الهدافين اطلق تسديده من الزمن الجميل. لمحمد حمدي وعلى مهله يمهد ويعمل العرضيه ورأسيه. اجوجو اجوجو اجوجو، والله زمان يا جمعة، والله زمان يا جمعة. جمعة يسجل بعد غياب يعني شهرين ونص. اجوجو على طول يحط الجول 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 الجول. بصوا شوف مفيش ضغط، بأريحية يعمل العرضية، وهنا الرأسية من احمد جمعة. اجوجو عملت البند وعلى طول يعني تظهر الى النور، والكرة تعانق الشباك، ويعلن الفيدباك عن هدف اول في احداث هذا اللقاء من نصيب المصري البورسعيدي، واجوجو يعود للتسجيل. اجوجو بالقدم اليسرى، لكن محمد مجدي يلعبها. مجدي اتعملت حلوه، هدف، هدف عمرو مرعي. لسه بقول لحضراتكم محدش بيمسك خالص، مش حدش ماسك في فرقه الاتحاد السكندري ويطلع الراجل لوحده بدون اي رقابه. عمرو مرعي بيحرز هدف اول لإنبي في الدقيقه 28، هدف اول لإنبي، ويحرز الهدف التاسع ليه في المسابقه. عمرو مرعي ويطلع ويركب الكره، والراجل قبل 2-3 لعيبه من خط الظهر بيحطها قبل الهاني سليمان اللي طلع ورجع مره تانية. وعمرو مرعي بيحرز الهدف الاول لإنبي في الدقيقه 28. يتقدم إنبي، عشان بقول لحضراتكم المباراه ممكن تبقى افضل من كده كمان من جانب الاتحاد. ادي هنا الاخطاء اللي موجوده واتكلمنا عليها قبل ما يجي الجول. قلنا الاتحاد السكندري عنده مشكله في المسك، محدش بيمسك، الراجل طالع بيركب الكره لوحده وبيحطها في الجول قبل الهاني سليمان عشان يتقدم إنبي بهدف. وان شاء الله المباراه هتحلو، لان الاتحاد هيفكر يتعادل كده ويقول لك ازود النواحي الهجوميه واطلع واحد من اللعيبه الارتكاز الثلاثه اللي موجودين ويفكر في هدف التعادل. يلعب كده بمحمد سالم، عنده من اللعيبه الصراح كمان في المناطق الهجوميه. كره عاليه بالونه كده الناحيه الثانيه، لكن يلعبها صبري. صلاح سليمان، صلاح سليمان في غفله من خط الظهر. اخطاء قاتله موجوده في خط ظهر الاتحاد السكندري. الكره عاليه وكان ممكن الهاني سليمان وهي عاليه كده يطلع ياخدها، لكن المدافعين كمان بيتفرجوا. رامي صبري بيعملها بالعرض الراجل لصلاح سليمان، الراجل المساك بيلعبها لصلاح سليمان. الاثنين المساكين اللي كانوا موجودين في خط ظهر إنبي بيطلعوا في الكرة وبيلعبها رامي صبري بالعرض على القائم الاول. بصوا هنا كرة عالية قوي، كان ممكن الهاني لو عايز يطلع ياخدها، لكن رجع مرة تانية. وادي الراجل لوحده بيحطها على القائم الاول وبدون اي رقابة من بزوكا ولا من عطوة. ادي الراجل سايبه بيلعبها بمنتهى السهولة، وصلاح سليمان بيحرز الهدف الثاني في الدقيقة 52. هدف هيفرق كتير قوي مع الكابتن طارق العشري. صلاح سليمان اخطاء كتيره في خط ظهر الاتحاد النهارده. خالد قمر لوحده في وسط 6، لكن بزوكا بيطلع بدماغه قبل بسيوني وتطلع ركنيه. شوف محمد سالم البديل الاول للاتحاد السكندري، هل هيكون على حساب خميس
ادي مرة تانية بتعدي، مش ممكن على اخطاء خط الظهر من اول اللقاء. عطوة وبازوكا الاتنين النهاردة مش في حالتهم تماما، وهدف ثالث لإنبي. عشان كده يبقى الموقف صعب جدا جدا على الاتحاد. تغيير متأخر عمله الاتحاد السكندري. ادي الكرة بتعد مرة تانية، بتعدي من خط الظهر مش ممكن بمنتهى السهولة وتخبط في ركبة عطوة، وهدف بنيران صديقة. بيحرز محمد عطوة هدف في مرماه، هدف ثالث بنيران صديقة في الدقيقة 63. مش ممكن اخطاء من خط ظهر الاتحاد السكندري. أمد أكري في الدقيقة 19 بدأ من خطأ من أحمد سامي بيحرز الهدف الأول، ثم بعد ذلك استطاع باولو مفوفي في الدقيقة 71 إحراز هدف التعادل لفريق مصر المقاصة، قبل أن يضيف جون أنطوي في الدقيقة 82 الهدف الثاني لفريق مصر المقاصة. انتهى المباراة فوز مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد.